عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله انا معاكم دودو وماما ويويو. اول فيديو هيجمعنا كلنا. ليه بقى؟ عشان ده عمايل الكحك، وانتوا عارفين طبعا الكحك يحب اللمة، فقلنا بقى كلنا كده نتجمع ونعمله مع بعض. بسم الله. الكحك دوت بيكون خفيف جدا يا جماعة. احنا مش قادحين السمنة ولا حاجة، مجرد بس ان احنا بنسيحها وبنستخدم بقى، يعني بيبقى يعتبر كحك على البارد، بيبقى خفيف وحلو قوي. هقول لكم بقى المقادير. معايا هنا كيلو دقيق. بتجيبيه بقى اللي هو يعني لجميع الاستخدامات، ده بيبقى كويس. بتجيبي نوع حلو كده وتكوني انت مجرباه تمام. ومعايا هنا نص معلقه صغيره ملح، ومعايا هنا نص معلقه صغيره برضو بيكنج باودر، ودول حوالي 650 جرام سمنه مسيحينها. انت تقدري بقى تجيبي نص كيلو وتزودي عليه حاجه بسيطه كده، ده مقدار الكيلو. ومعايا هنا كوبايه ميه فتره، ودي كوبايه انا حاطه فيها معلقه سكر ومعلقه كبيره من الخميره، وهنا معلقتين كبار سمسم، وده الملبن بتاعي اللي انا هحشي بيه. ودي ريحة كحك، دي حوالي يعني معلقة كده، معلقة مليانة صغيرة. ويلا نشوف هنعمل ايه. يلا بسم الله. وهنبتدي بقى نحط المكونات. ماما اهي نحط المكونات الجافة كلها. نزلنا بالسمسم، الملح، دي ريحة الكحك. هنديهم بس تقريبا اختلطوا ببعض. طبعا بقى يا جماعة الكميات بتعملي على احنا بنعمل كيلو بحيث اللي عايز يضاعف يضاعف. تمام. خلاص هنبدأ نحط السمنة، ننزل حاجة حاجة كده، وماما تدي تقليبة اهو زي ما انتوا شايفين. احنا طبعا معانا الخميره والسكر اهو، بس احنا ما حطيناش عليها الميه، بنحط عليها ميه فتره نص كوبايه. تمام. بس بقى لما قرب حطينا بقى هنكمل السمنه، نحط بقى السمنه اهو. هنبدا بقى نشتغل بايدينا. يبقى اسمها هنعمل ايه؟ نبس الكحك. ايوه، البس ده هو اللي بينجح الكحك. ازاي بقى؟ احنا بنخلط عليه السمنه ونبسه تقريبا من ربع ساعه لتلت ساعه. هنشوف مع بعض البس هيبقى ازاي بس لما نخلط بصوا شايفين اهو بدأ اهو الدقيق يدخل مع السمنه اهو يا حبايب قلبي. ماما مستمريه اهو في كده. احنا خلطنا خلاص السمنه على الدقيق. مش هو ده العجن او مش هو ده اللي هينجح معايا. اللي هينجح معايا بقى ان انا ابس العجينه. يعني ايه ابس العجينه؟ يعني اجيب اهو قطعه اهي واعملها كده، شايفين كده، واخد تاني. ممكن تجيبي صينيه بقى وتحطي عليها وتاخدي قطعه قطعه. ليه بقى؟ عشان تضمني نجاح. هنعمل يعني كده ربع ساعه يا ماما. ربع ساعه ادخل السمنه جوه الدقيق تمام، عشان يطلع معايا كحك ناعم ومظبوط. يلا هنبس بقى هنقعد ربع ساعة وهنرجع لكم ان شاء الله واوريكم شكله بعد ما بسيناه الربع ساعة او التلت ساعة دي. اهو شايفين باخد واعمل على ايدي كده. ماما بتعمل بايديها يا جماعه. احنا مش بنلبس جلافز ولا كده، هي ماما غسله ايديها كويس. ده كحك بقى. كل سنه وانتم طيبين. وعلى فكره احنا بنعمل الكحك مش لازم بقى في العيد، يعني عادي بنعمله كده، احنا بنحبه. انتوا بتحبوه. بيبقى حلو يعني وطعمه لذيذ كده، ويبقى في الفطار ما بين الوجبات. في ناس بتحبه جدا، يعني كل شويه يعملوه. انا بحبه قوي يا ماما بصراحه. انا ما بحبش بتاع بره، يعني بحب بتاع ماما اكتر من اللي هو بتاع بره ده بكتير بكتير بكتير. يعني انا ممكن لو جبت من بره ما اكلهوش وما دقهوش اصلا. بتاع ماما فعلا انا بحبه جدا. شوفي يا دودو، كل ما انت بتلبسيه كل ما بيدوب ازاي بينعم خالص. شايفين بينعم خالص اهو. طبعا لو عندك عجان بتعمليه في العجان بقى.
لكن احنا بنتكلم اللي هو ايه، اليدوي ده. اليدوي بقى. يلا هنعمل كده ربع ساعة او تلت ساعة وهرجع لكم ان شاء الله. اهو يا حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما بستينا العجينة تلت ساعة. شوف بقى العجينة عاملة ازاي، شايفين يعني ما شاء بس كويس. الله ما شاء الله بقت كويسة جدا وناعمة خالص. واحنا بنبس بقى العجينة جهزنا الايه اهو الخميرة حطينا عليها ميه فتره يا دودو، ما ينفعش نحط عليها ميه سخنه. طبعا عشان الخميرة تتفاعل، اللي هم طبعا حبايب قلبي عارفين. لو الميه ساقعه او الميه سخنه الخميره بتاعتي ايه تبوظ. خلاص تمام. حطيت نص كوباية على معلقة السكر ومعلقة الخميرة اللي كان عندي. الاقيها كده اهو بصوا يا حبايب قلبي اهي بدأت اهي تتفاعل. بحط بقى نص كوبايه دي على العجينه دي يا يويو، وبعد كده ممكن احتاج نص معلقه، نص كوبايه كمان، نص كوباية مية فترة يعني. ايوه تمام. اني انا العجينه بتاعتي لازم تقطع كده، لو مطت ما تنفعش تبقى قرص. تمام يا ماما. خلاص يلا. فانا ايه هبدأ هنا بسم الله. نزلنا اهو بالميه اللي حطيناها على الخميره. حسب الدقيق يمكن ما احتاجش خالص. طبعا كل نوع دقيق يا جماعه بيختلف. احنا طبعا دي حاجه خلاص بقينا عارفينها، يعني ممكن اكتفي بالنص كوبايه دي بس. بصوا اهي ببدأ شايفين كده لسه ما زودناش اي ميه تانية. الميه اللي هي بتاعه الخميره، بس لقيت عجينتي لسه ناشفه محتاجه ازود، وما ازودش على طول، ازود شويه بشويه حاجه كده. اما يبقى في ايدي ان انا ازود احسن من ازود ميه ما اعرفش اعمل ايه. اهو بصوا حطينا حاجه بسيطه يعني يعتبر اقل من ربع كوبايه، وهنرجع نعجنها في العجينه بتاعتنا ونشوف هنحتاج ولا لا. كده العجينه هي لسه ناشفه برضو، ممكن احط ايه شويه ميه كمان، حاجه بسيطه مش بخلص الكوبايه. طب خلصت الكوبايه؟ خلصت على حسب على حسب الدقيق اللي معايا. احتاج مثلا كوبايه ونص، لان الكوبايه دي صغيره، الكوبايه دي مش كبيره. ايه لسه ناشفه. وريهم كده يا ماما. لسه ناشفه يعني هي قربت بس هي لسه ناشفه. هنحط يعني شويه ميه كمان. بصوا احنا استخدمنا حاجه بسيطه خالص برضه اهو. كل ده لسه ايه احط شويه بشويه، عشان لو زادت الميه مني خلاص ايه العجينه بتاعتي تبوظ. اهو يا حبايب قلبي كده خلاص. مش محتاجه اي ميه ولا اي سوائل. كده هي بايه بتقطع مش بتمط كده. وريهم كده يا ماما قربي كده. وانا بقى بعمل كده بتقطع مش بتمط. لو مطت تبقى عجينتي غلط. طب ايه اللي بيبقى لي كمان ان عجينتي صح؟ باخد حته كده اهو واعملها كده اهي، عملتها كده خلاص، حاسه انها لا بتشقق ولا اي حاجه، وشكلها ايه شايفين يا حبايب قلبي جميله جدا ما شاء الله. هنسيب بقى العجينه ترتاح نص ساعه ونيجي بقى معاكم وتشوفوا. نغطيها يا اما تغطيها باسترتش، انا ما عنديش استرتش. بصوا يا حبايب قلبي احنا رجعنا لكم اهو بعد ما سيبنا العجينه معايا تخمر نص ساعه كده او اكتر، يعني نص ساعه و5 دقايق كده. لا اهو شايفين شايفين يا جماعه الجمال. يلا بسم الله. ماما هي بتاخد قطعه. العجينه جميله ازاي. اوريهم كده يا ماما. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله ما شاء الله. باخد قطعه صغيره بس هي تقريبا يا ماما لازم انت يعني بتتقطع معاكي صح؟ لازم تتقطع طبعا. ده الصح بتاعها يا جماعه. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا يويو معاكم. يويو معانا النهارده اهي كمان. احنا الثلاثه متجمعين بقى عشان الكحك. ازيك يا دودو؟ نعمل ازيك يا ماما؟ ازيك يا يويو؟ ازيك يا يويو؟ وبعدين نحط المكسرات اللي عندنا اهو، وبعدين بقفل عليها كده. شايفين يا حبايب قلبي اهي، واخدها ادورها في ايدي كده شايفين
شايفين الجمال انا بحبه صغير كده، والنعومه. بحبها كل صغير. ما كان صغير بحب برضو شكله شيك وهنبتدي وصغير. بيبقى بقى على قد شوف البق النقش كده. بقى. شايفين اهو، بصوا بقى ده المنقاش بقى يا جماعه، ولا تقولوا لي القديم بقى. بصامه ولا لا الكلام. يا دودو، اللي عايز يعمل بالبصامه يعمل بالبصامه. احنا بقى يا ماما، احنا الكحك بتاعي على قديم. تيتا، ده بقى كحك على طريقة شوفي شكلها تيتا. جميل شايفين ازاي؟ الجمال يا جماعة؟ ما شاء الله ما شاء الله. شايفين؟ بيتنقش بمنتهى السهوله. وروني يا الملبن بقى ماما يا واحدة. دودو، طيب أوي. الملبن ما قلناش بقى بيتعمل ازاي. ها قولي لنا يا بنجيب ماما الملبن كده. بنشتريه من عند العطار، واحط عليه معلقه سمنه، واحط عليه شويه سمسم، وابدا ان انا اعجنه بايدي، اعجنه كأني عشان بعجن. يبقى يعني طري جوه أيوة. الكحكاية. خلاص، هو نجيبه من العطار نحط على طول؟ لا، بعجنه معلقه سمنه ومعلقه سمسم، واتني اعجن فيه الحسه ده جانس كله مع بعضه كده، واحطه في التلاجة شويه وبعدين استخدمه. توريه لهم كده يا ماما في الكاميرا اللي انت عاملاه جنبك اهو. اهو شكله هو يا جماعه اللي بنعمل كده بعد ما اتعجن بمعلقه. طبعا انتوا الإيه؟ عارفين هو ما بيجيش كده، بعد ما عجناه وحاطين عليه السمسم وعجناه بايدينا وما شاء وبعدين الله. عندي مكسرات ممكن استغنى عنها، ممكن احط اي مكسرات انا عايزاها، ممكن احط ملبن بس. ممكن طيب اللي ما اعمل بيحبش من غير الملبن بقى ملبن. ممكن يحط عجوه، ممكن اعمله ساده يعني زي ما انت ايه. دي بقى حسب الذوق. انت عارفه الحاجه اللي هم احنا بنحب بيفضلوا. الملبن، وفي ناس بتحط جواه ماما العجوه بيبقى اه. برضه جميل قوي، بس احنا اهو بنحب كده خلاص اهو. بعمل انا بحبه حفرة، بملبن بصراحه برضه. احط فيها الملبن واضيف عليها الايه، المكسرات. المكسرات اللي عندي. تحطي بقى المكسرات اللي انت اللي انت عايزاها. عايزه، مش عايزه خالص ماشي، مش عايزه ملبن تحطي عجوه، عايزاه ساده اعمليه ساده اهو. ده كلها حاجات بضغط حسب عليها ذوقك. ضغطه خفيفه خالص مش كتير. شايفين يا حبايب قلبي؟ نجيب المنقاش اللي هو العادي خالص، في بصمات بتتباع بس عادي احنا ناس بستخدم. بسيطه يا جماعه زينا زي الشعب المصري عادي. ده على يعني فكره لا، بقى الاسهل بقى يا يويا. المنقاش ده بتاع تيتا، يعني عايزه اقول لكم ان هو اصلا بتاع تيتا، وماما بقى توراثته من تيتا. شوفي شكلها جميل ازاي. شايفين؟ جميل قوي. ما شاء الله. عايزه اقول لكم يا جماعه النهارده كنت طالعه انا ودودو في مشوار. ما كنتش انت معانا يا ماما. طلعت انا ودودو كنا بنشتري شويه طلبات. المهم عدينا على واحد هنا مشهور بتاع مخبوزات كحك وبتفور وحاجات زي كده. سألنا على الكحك لقينا اسعار خياليه، غريبه، يعني اسعار يعني ما بادئ مثلا تصدقهاش. من 100 جنيه ده اقل حاجه. وريهم، هاتي احنا يعني خدنا ورقه. يويا راجعه زعلانه خالص. انا زعلانه بصراحه ان زعلانة احنا من عاملينه في الأسعار. البيت جميل وتكلفته حلوه قوي اهو. بصوا بصوا الاسعار يا جماعه. كحك ملبن 100 جنيه. هو انت ما بتخشي عنده، هو واحد مشهور هنا يعني المكسرات اللي احنا بيديكي عاملينها دي يا ورقة. يويا بكام بقى؟ المكسرات بقى يا ستي 140 140 جنيه عشان كيلو. تبقي يا نهار عارفه. أبيض. مش عارفه ماما هتحاسبينا عليه بقى كده ولا هتعملي ده انتوا ايه؟ تدفعوا بقى. عليه. شوفوا البسكوت يا جماعه اهو. شايفين؟ شوفوا الاسعار. طب يا عاملة ماما انت ازاي. عامله الكميه دي بقى تكلفتها يعني بالتقريب كده كام؟ يعني ما هو اصل أهو كل واحد شايفين؟ يحط حسب ما هو عايز، يعني ممكن مثلا انا اكلفه 30 جنيه 35 جنيه. شوفوا بقى أنا يعني عايزة شوفوا أقول بقى والله لو العظيم طعمه بيبقى جميل شوفي جدا يا وريحته في يا البيت. دودو، دي شايفين النقشه حبايب تانية، قلبي؟ يعني جيت هنا من عند الطرفين ونقشت برضه بشكل بقى النقشه بتشكلي بقى أنا اللي انت عايزاها. حباها. طبعا. احنا يا جماعه لما بنعمله في البيت بيبقى اضمن واجمل. وتبقي حاجه عاملاها بايديك لاولادك كده في البيت، انت ضامنه انت حاطه ايه وعامله ايه، وانت اللي عامله كل حاجه بايدك، ما حدش مسك حاجتك قبلك ولا يعني. معلش احنا برضو حاجات بره مش تعملي مضمونه، بقى زي ما انت عايزه، وبتعملي ما شاء الله كميه كبيره وبسعر قليل جدا، يعني توفير وحاجه جميله، وهيطلع ان شاء الله يعجبكم جدا. منهم كده المشاهدين اهو. شايفين يا حبايب قلبي؟ ادي الحجم بتاعه جميل. انا بحبه صغير. انت برضو جميل كده تتحكمي في الحجم وبعدين يعني. انا كمان بحبه بالمنقاش، انت ممكن تبقي سهل عليكي جدا. عملت العجينه انت بتعملي بتقطعي بالبصامة. بالبصامه، بتتباع في السوق عادي متوفره. ماما يا جماعه تفضل ترصص بقى فيه كده في الصينيه خلص لحد ما الصينيه تخلص وبعدين اوريكم شكلها ان شاء الله. اهو يا حبايب قلبي كده ماما نقشت كل الكحك ورصيناه في الصاج اهو. شايفين الجمال؟ والله يا جماعه ناعم وجميل قوي،
وطبعا زي ما ماما قالت بقى ان انتوا لو عايزين تعملوه بالبصامه مفيش اي مشكله. هو يعني اللي منقاش بيدوله شكل احلى، لكن اللي عايز يعمل بالبصامه بتتباع متوفره عادي، خلاص يجيبه ويعمل. احنا عاملين دلوقتي انا ساقط بسخن الفرن. قولي لنا بقى يا ماما خلاص الفرن درجه بسخن الحراره الفرن. كام؟ انا خلصت، على ما اخلص الصاجه اولع الفرن على طول لانه معمول بخميره فوريه. تمام. وبعدين بدخله بشغل فوق وتحت، وبستنى بقى عليه يحمر شويه من تحت كده ومن فوق، نبقى نشوف شكله لما يطلع من الفرن. ماشي يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى خلاص احنا كده هندخله دلوقتي الفرن، ولما يعني ياخد التسوية هطلعه واوريكم شكله بقى عامل ازاي معانا. اهو يا جماعة طلعنا معانا اهوت الكحك استوى، ودي لونه اهوت بقى جميل وريحته جميلة جدا. شايفين لونه بقى اهو اهو مستوي اهوت من تحت ومن فوق، وجميل وريحته روعة روعة، وصغير اهوت وجميل. ادي الحجم الجميل يا جماعة. انت بقى حسب فرنك لما تلاقيه عمل كده من تحت ومن فوق يبقى ده تبقي عارفه ان هو وريهم كده لحبايبنا اهو هنا كده، وريهم من ورا كده اهو. ده السوى المظبوط جدا بتاعه. جميل. اهو طلعنا معانا واحده اهيت وحطينا عليها سكر عشان نوريها لكم من جوه طبعا بعد ما برد. ايوه شوفوا من جوه اهو، شوفوا دايب ازاي خالص. جميل ومستوي وحلو قوي. شايفين النافش من جوه ازاي، ريحته حلوه قوي قوي يا ماما بجد، ودايب خالص. ايوه انا بحبه بقى مستوي كده ناعم خالص. جربوه يا جماعه والله هيعجبكم قوي، وطريقته زي ما انتوا شفتها مع ماما كده، المقادير بتاعته سهله ما فيهاش حاجه، لو مشينا على الخطوات هيطلع كده وهيبقى حاجه جميله وسعره حلو بالنسبه لكم. بالهنا التكاليف بتاعته بالهنا والشفا، ويا رب ينال اعجابكم الفيديو، ولو عجبكم اعملوا لنا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. باي باي.